السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد. أهلا بيكم في قناة وصفات لله. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفة. زي ما انتم عارفين إن الحاجات اليومين دول كلها غالية. طبعا واحنا في شتاء والولاد كل شوية يقولك عايزين حاجة حلوة، عايزين حاجة مسكرة. فأنا كان عندي لفة جلاش في الفريزر وكوباية لبن، هعمل بيهم حاجة حلوة إن شاء الله. هنجيب لفة الجلاش ونفردها زي ما انتم شايفين كده، ونجيب 3 معالق سمنة ونسيحها، وهنجيب نص كوبايه السكر بتاع التموين العادي خالص، وهنطحنه في المطحنه بتاعه الخلاط، هيطلع معانا سكر بودر ولونه فاتح كده. هنجيب اول طبقه من الجلاش وندهنها سمنه، وهنجيب طبقه تانية وندهنها سمنه برضو. يعني كل فطيره هعملها بطبقتين من الجلاش او ورقتين من الجلاش. وهنحشيها مع بعض السكر البودر. طبعا ممكن نحشيها اي حاجة تانية، مش لازم سكر بودر، انا بس بقلل الامكانيات على قد ما اقدر عشان تبقى حاجة حلوة وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفة. يعني ممكن نحشيها نوتيلا، مهلبية او مكسرات، المتاح عندك. وزي ما انتم شايفين طريقة تطبيقها سهلة جدا جدا وما فيهاش اي افتكاسات زي ما بيقولوا. هنطبقها بالطريقه دي، بس اهم حاجه كل ما بطبق ناحيه بدهنها بالسمنه بالفرشه، حاجه بسيطه كده، ما بزودش، حاجه بسيطه، مسحه بسيطه جدا من السمنه. ولو عندك زبده صفر او سمنه فلاحي يبقى احلى واحلى بكتير. بس انا كنت عايزه اوريكم ان بقال الامكانيات ممكن نعمل حاجه حلوه في ظل الغلاء اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت على قد ما نقدر ما تبقاش تكلفتها عاليه قوي. زي ما انتم شايفين كده هندخلها الفرن. انا عملت من لفه الجلاش 5 فطاير الفطير المطبق، وهدخله الفرن ياخد معايا لون. هو مجرد ما بيدخل الفرن بيرتفع لوحده من غير اي اضافات. يعني انا ما حطيتش على السمنه اي اضافات، وهتلاقي الفطير طالع معايا ما شاء الله مرتفع وحلو جدا. هنجيب قطعه من الفطير بتاعنا وهنرش عليها معلقه من السكر البودر، وهنضيف لها شوية لبن. اللبن يبقى بارد، يعني تطلعيه بره التلاجة وما تسخنيهوش، تستخدميه زي ما هو، عشان لو اللبن ساخن والجلاش ساخن الفطيرة بتاعتك ساخنة هتبقى متعجنة شوية. فلما يكون اللبن بارد هتعرفي تمسكي حتة الفطير، قطعة الفطير، وتاكليها وتبقى ماسكة نفسها، ما تبقاش بايشة قوي معاكي. وبألف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.